لي معكم أيها الإخوة في هذه الخطبة كلمتان. الكلمة الأولى عن ما يجري في بلادنا هذه في هذه الأيام، حتى كدت أقول أي مجتمع نحن؟ هل نحن مجتمع مسلم أم نحن مجتمع نصراني؟ ما هذا الذي يجري في المحلات التجارية وفي شوارع الدوحة من الاحتفالات بما يسمى عيد الميلاد، عيد ميلاد المسيح عليه السلام، أو ما يسمونه الكريسماس، كأننا في بلد أوروبي مسيحي. كان عيد الأضحى قريبا مر بنا، المسلمين يسموه العيد الكبير، ولم نرى مظاهر لهذا العيد في محلات المسلمين. نرى مظاهر تذكر، مظاهر بسيطة، ولكن انظروا الآن ولا زال احنا لسه أمامنا أكثر من أسبوعين حتى يأتي عيد الميلاد، وعيد الميلاد مختلفين فيه، ويوم 25 ولا يوم 7 ولا يوم 7 يناير، ولا مختلفين فيه المسيحيين، والبلاد تحتفل. شجرة الميلاد، ولا أدري ما أساس شجرة الميلاد. عندنا في القرآن المسيح لم يولد في الشتاء. تعرفين مريم لما حينما جاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وبعدين قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. في نخل في الشتاء يسقط رطب؟ هذا ما لم يكن في الشتاء. خلوهم يحتفلوا في الشتاء كما يحتفلوا يا أخي. إذا كنا نحن هنا في قطر وفي السعودية وفي بعض بلاد المسلمين لا يحتفلون بمولد محمد صلى الله عليه وسلم، ويعتبرون ذلك بدعة، ولا نأخذ إجازة في هذا اليوم. كثير من بلاد المسلمين تأخذ إجازة في المولد النبوي في 12 ربيع الأول، وهو ليس متفقا على أنه ولد في هذا اليوم، وتحتفل بهذا اليوم وتقيم أعلام وتوزع حلوى وتعمل. وكثير من البلاد تجعل هذا بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل صدقنا بهذا. طيب لا نحتفل بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحتفل بعيد الكريسماس؟ نقيم شجرة الميلاد 4 أمتار و5 أمتار، تقيم ذلك محلات تنتسب إلى عائلات مسلمة معروفة بانتسابها إلى الإسلام. ما هذا؟ هذا معناه الأمة تتنازل عن شخصيتها الإسلامية. الإسلام يحب أن نظل متميزين بإسلامنا. هم يحرمون علينا بناء المآذن. لازلنا في الأسبوع اللي فات متكلمين عن هذا الأمر. بناء المآذن حرموه علينا، ويشيكون أن يحرموا بناء المساجد. 41% ممن جرى عليهم استطلاع في فرنسا يعني يمنعون بناء المساجد، و47 يمنعون بناء المساجد والمآذن، حتى المساجد. هل يستطيع المسلمون في أوروبا وفي أمريكا، وهم ملايين في بعض البلاد، أن يحتفلوا برمضان والأعياد في وسط هذه المدن كما يفعل بعض الناس في بلادنا، في داخل مدننا الإسلامية العربية، في الجزيرة العربية؟ هذا معقول؟ ما الذي حدث لهذه الأمة؟ أنا أنادي هؤلاء التجار من أجل مكسب، يعني بيعمل هذا عشان يكسب. اللي عايز يشتري جاي هيجي ياخد من غير ما تعمل هذا. لماذا تظهر الاحتفال بدين غير دينك في الوقت الذي يجورون علينا
في الوقت الذي يمنعوننا فيه من إقامة شعائرنا، من بناء مئذنة جميلة الصورة تعتبر من المعمار الرائع الجميل، حتى من غير مسألة الناحية الدينية، من ناحية الحضارات، تنوع الحضاري، منعوا هذا. ونجي نحن للأسف نبالغ في هذا الأمر حتى نفقد مجتمعنا أنه مجتمع مسلم. ليست هذه صورة مجتمع مسلم، ليس هذه صورة الدوحة الإسلامية، قطر الإسلامية، قطر التي كل أهلها الأصليين مسلمون. هذا أحببت أيها الإخوة أن أبلغ رسالتي وأنذر قومي وأقول لهم هذا حرام، وهذا عيب، وهذا لا يليق، وهذا يدل على غباء في معاملة الآخرين، وعلى جهل بما يوجبه علينا الإسلام في هذه القضية.